تعالوا معايا نشوف 100 يورو ممكن تعمل ايه في السوبر ماركت هنا في هولندا. يلا بينا ناخد عربيه الاول. عاملين حركه ساعه او المفروض بتحط يورو هنا عشان يضمنوا انك هترجع العربيه، فانا معايا حاجه شبه اليورو كده، حطها هنا والعربيه بتفتح. هنحاول بال100 يورو نجيب الحاجات المهمه الاول، ولو في حاجه اتبقت نبقى نجيب بقى الحاجات اللي مش مهمه زي الشوكولاته والشيبسي وكده. فيلا بينا. اول حاجه هنجيب بطاطس هولندي 2 كيلو عاملين يورو 99 سنت. كيلو ونص بصل عاملين يورو 50 سنت. كيستين بابريكا عاملين 3 يورو. فاحنا هناخد كيس الاولاني والتاني، وبما اني عايز اكل صحي ففي هنا 2 بروكلي ب 3 يورو. الخيار هنا ب 75 سنت، يعتبر طول وشي، فاحنا هناخد واحده. احنا كده خلصنا الخضار اللي احنا عايزينه، فهنخش على الفاكهه. الفاكهه هنا معظم الوقت بيبقى عليها اوفر، يعني اي حاجه من اللي قدامك دي الاتنين ب 4 يورو. فاحنا هناخد ده برقوق مع يوسفندي، وهناخد موز عشان صحي، الواحده عامله يورو 44 سنت. وهناخد واحده تفاح عامله 2 يورو ونص، حوالي كيلو. ودي مكنه برتقال بتعمل برتقال فريش، فاحنا هناخد واحده نص لتر عامله 2 يورو و19 سنت. بتاخد الازازه دي هنا وبتحط دي كده، وبكده تكون خدت برتقال فريش. والجزء ده للاطفال بيبقوا حاطين الفاكهه هنا، الاطفال ممكن تاخد منها ببلاش عادي. احنا كده صرفنا 19 يورو على الخضار والفاكهه، وجبنا الفاكهه والخضار اللي احنا عايزينه، فمتبقي 81 يورو. فتعالوا بقى نشوف بال 81 يورو التانيين نجيب المكرونه، التونه، اللحمه، باقي الحاجات. فيلا بينا. عندك نوعين من الرز، رز عادي ورز بني، فبيبقى صحي اكتر. فناخد علبه عامله يورو 80 سنت. عندك نوعين من انواع المكرونه، المكرونه العاديه والمكرونه الصحيه. فانا هاخد كيسين من المكرونه الصحيه عاملين يورو 9 سنت. عندك هنا بدل ما تعمل صلصه وكده، هنا الصلصه بتبقى جاهزه انك تطبخها على طول. فانا هاخد علبتين، العلبه عامله 70 سنت، فالعلبتين عاملين يورو و40 سنت. هنا الزيت العادي عامل يورو 67 سنت، فانا هاخد ازازه. وهاخد واحده زيت زيتون عامله 7 يورو 59 سنت. تمام. هنا التون عامله يورو 99 سنت، فانا هاخد واحده. ده بقى الجزء المفضل بالنسبه لي، بيبقى معظم الوقت الحاجات هتنتهي صلاحيتها بعد يوم او يومين، بيحطوها هنا وبيقللوا بسعرها حوالي 70%، وانت وحظك ساعات تلاقي حاجات حلوه وحاجات وحشه. فانت عندك النهارده مثلا ده رز بلبن سعره عامل 70 سنت، عاملينه ب 25 سنت. هنا مثلا لبن بالشوفان في العادي سعره 1 يورو ونص، فهم عاملينه بنص يورو. ده ينتهي صلاحيته النهارده، فاعرف اكله النهارده الاثنين بدل 70 سنت 25 سنت، فالاثنين بنص يورو. ده سعره اهو 70 سنت، بس هم حاطينه هنا ب 25 سنت في العرض ده. هنخش على قسم الفراخ زي ما انتم شايفين. هناخد كيلو 170 جرام دبابيس عامل 7 يورو. وهناخد واحد صدور فراخ 360 جرام عامله 5 يورو ونص. كيلو لحم بقري مفروم عامل 8 يورو ونص. قطعة لحمة فيليه نص كيلو عاملة 6 يورو ونص. بعد كده ده قسم الجمبري، ال 100 جرام بيورو 80 سنت. بتاخد علبة من هنا. بعد كده بتيجي هنا على الميزان، تختار اللي انت اشتريته، عاملين 2 يورو و40 سنت. بعد كده تضغط بون، تاخد البون تحطه هنا. 134 جرام جمبري ب 2 يورو 41 سنت. الفكره بقى انك لو زهقت من الشوبينج، في مكنه القهوه دي تشرب قهوه زي ما انت عايز ببلاش، محدش هيقول لك بتعمل ايه. وفي هنا السكر واللبن لو عايز تاخد برضه. في بقى برضه الترابيزه دي انك تقعد تشرب القهوه بتاعتك، وبعد كده تكمل الشوبينج بتاعك عادي جدا.
اكتر حاجه هولندا مشهوره بيها بعد البطاطس هي الجبنه. عندك جبنه جديده زي دي، جبنه قديمه شويه، جبنه قديمه قوي، والكلام ده كله، وجبن كتير زي ما انتم شايفين. ما بين الجبنه دي كلها هناخد واحده مش جديده قوي مش قديمه قوي، نص كيلو، عامله 6 يورو. هتلاقيني عامل فيديو كامل عن الجبنه هنا في هولندا، بسيب لكم اللينك تحت في الفيديو. وهناخد واحده جبنه فته تبقى حلوه مع السلطه، عامله 2 يورو 30 سنت. وناخد واحده موتزاريلا عامله 2 يورو. كده تقريبا جبنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها، وباقي حوالي 24 يورو. وهناخد واحده عيش عشان ما عندناش، عامله يورو 90 سنت. 12 بيضه 2 يورو 87 سنت. لا باي. لا. عندك هنا نوعين من اللبن، في الفول ميلك والنص دسم، فانا هاخد واحد كامل الدسم عامل يورو 5 سنت. هناخد زيتون 160 جرام عاملين 97 سنت. احنا كده تقريبا جبنا كل الحاجات اللي احنا عاوزينها المهمه، فدلوقتي هنبتدي نجيب الحاجات اللي هي مش مهمه قوي زي الشيبسي البيبسي، الحاجات كلها اللي ملهاش لازمه. فاول حاجه هنجيب الشيبسي. هنا شيبسي ليز عامل 2 يورو 65 سنت، بس في عرض الاثنين ب 4 يورو، فاحنا هناخد اثنين. واحد. هناخد اتنين كندر صغيره، الواحده عامله 99 سنت، فالاتنين ب 2 يورو. عندك كده انواع مختلفه من الكاجو والبندق وكده، فانا هختار الميكس ده ما بينهم، عامل 2 يورو حوالي 200 جرام. وده قسم الخمور وكده، بس ملناش دعوه بيه. بصراحه الاسعار دي جميله لو انت عايش هنا في هولندا وبتقبض باليورو، لكن انت لو في دوله تانية زي مصر مثلا او اي دوله عربيه تانية عملتها اقل من اليورو، هتحس ان الاسعار غاليه شويه بالنسبه لك. ولعشاق النوتيلا هناخد واحده نوتيلا 400 جرام ب 3 يورو 20 سنت. عندك هنا نوعين من البيبسي، بيبسي عادي وبيبسي دايت من غير سكر، ده عامل 2 يورو 37 سنت، وده 2 يورو 15 سنت. بس ده صحي اكتر، فانا مش صحي، فهاخد البيبسي العادي ب 2 يورو 15 سنت. ده مكان عاملينه للاطفال، وقت ما انت بتعمل شوبينج ممكن طفلك يقعد هنا ويلعب عادي. كده باقي معانا 3 يورو 64 سنت، فاحنا هناخد واحدة قهوة ب 2 يورو 89 سنت، فهيبقى معانا 75 سنت. فاحنا مثلا ب 75 سنت هناخد، دايما بيبقى تحت حاجات ارخص، هناخد هنا دي 2 كوكي عاملة 75 سنت. كده الحمد لله جبنا الحاجات دي كلها ب 100 يورو ولا عربية على اخرها. لو بتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب واعمل فولو على الفيسبوك والانستجرام، هتلاقي اللينك تحت الفيديو. ولو عايزين جزء تاني بكتبوا لي في الكومنتات، وبصوا بص على الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم الفيديو الجاي، يومكم لذيذ، سلام.